اول ماتش للاسماعيلي مع كابتن طارق العشري. مبدئيا كده مع كابتن طارق العشري ما ينفعش الماتش يتحلل. انت اتفرج وروح انت حلل. شوف بقى ضغط سكر، شوف الدنيا معاك هتمشي ازاي. كابتن طارق العشري النهارده عمل حاجه غريبه في الكوره. يعني اي مدير فني بيلعب 5-3-2 4-4-2 5-4-1. كابتن طارق العشري النهارده حتى احمد عادل جون و10 قدامه، 10 قدامه على ال 18 بتاعه. ده في الحاله الهجوميه. في الحاله الدفاعيه بيخشوا الشبكه ورا احمد عادل عبد المنعم. انا ما اعرفش الحقيقه مين صاحب قرار ان كابتن طارق العشري يجي يمسك الاسماعيلي في الظروف دي. مدير فني محترم وكل حاجه، معروف بكورته الدفاعيه. مش وقته الاسماعيلي بيهبط. الوضع سيء، الكاد مقفول. فما كانش ينفع ما كانش ينفع كابتن طارق العشري مش هيضيف جديد للاسماعيلي. انا ببصم بالعشري ان الاسماعيلي هيهبط مع كابتن طارق العشري. نازل بيدافع من اول الماتش، ال 11 على ال 18 بتاعنا. طب انت لو بتدافع وهتلعب على التحولات ولا لو هتلعب على المرتد ماشي. لو في فكره هتميل الملعب في حته وتودي واحد مثلا بسرعه خطري ولا نادي ماشي. انما ال 11 على ال 18، طب ادي فرصه للظروف. ادي فرصه للظروف، يمكن نقطع كوره كده وواحد يروح. يعني نادر فرج هيروح من ال 18 بتاعنا لل 18 بتاعهم. ده عايز عداء جامايكي مش نادر فرج. فوجود كابتن طارق العشر في الوقت ده مش هيضيف جديد، هتقعد تخسر بس. هتقعد تخسر. يعني انا كمان مش صعبان عليا قد كابتن محمد صلاح ابو جريشه وكابتن علاء ميهوب في الاستوديو التحليلي. هيقول ايه يعني؟ هيقول ايه لما الراجل بيصلي على حل كده، حل الماتش الاسماعيلي، قول لنا كده اداء الاسماعيلي ماشي ازاي؟ هيقول ايه؟ هيضطر يقول اي كلام. انا كنت ماشي امبارح في شارع شبين، بعد كده رحت قعدت على قهوه ابن هيقول ايه؟ ما فيش كلام يتقال. انت نازل بتدافع بس، هو ده فكرتك. انا نازل ادافع. الدقيقه 70 وخسرانين يا كابتن طارق مش هتغير. قال لك مهما ربنا اداني انا مش هتغير. لا، الوضع سيء. الوضع في الاسماعيلي سيء، مش مستحمل ان احنا نجيب كمان مدرب دفاعي. كل شغله اخر موسم عمله كويس كان 2012 مع حرس الحدود. يعني انت جايبه بعدها ب 15 سنه. انا ما اعرفش الابديت ما نزلش عندنا ولا ايه، ما اعرفش الراجل